يا مساء التركات، عاملين اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تركات فوتوشوب. قعدنا النهاردة مع تالت فيديو من سلسلة ديزاينات المدرسين ازاي اتعملت. النهاردة برضو هنشرح ديزاين كده برضو لذيذ برضو عن أماكن أولى وتانية. بس ال- الديزاين اللي فات شرحنا كان بمقاس العرض هنا بالطول، فهنطبقه كده ايه واحدة واحدة هنشوف ايه برضو اللي فيه. طيب هنا برضو زي ما بنعمل في كل ديزاين، عندي كلمة المستحوذة على أهم حاجة يعتبر صورة المدرس، واخدة جنب كده، ممكن تاخدها شمال أو يمين. هنا عامل حتة لشعار المدرس، الدفعة دفعة كام. في الخلفية هنا لو تاخد بالك في اللوجو بتاعه بس معمول بسيطة بسيطة كده. هنا الأماكن وبس، يعتبر ده الديزاين عامة. فتعالى كده نشوف بيطبق ازاي. طبعا الصورة دي صورة فصل، بس نعمله اون اي اي عشان الاي اي بيكون أحسن في الصور دي. أي صورة من دول، أي صورة تكون واخدة جنب كده، ما تكونش زي الديزاين اللي فات. يعني ممكن تنفع دي، الصورة دي برضه تنفع. فاهم كده اللي هو يعني تاخد صورة تكون جايبة الجنب بس. تمام تمام. وانا برضه هعمل له نفس الجيسون بلور عشان تكون مغمقة شوية. هنا اللوجو زي ما قلت لك، كده بس أول حاجة اللي فوق دي عشان تشوف. خلينا كاميرا فلتر، اللوجو مكتوب ورا بس متشال شوية. صورة المدرس هنا بقى، نخش نشوف دي معمولة ازاي. هنا أول حاجة ده خط عادي مكتوب كلمة والتانية، ومعمول له دروب شادو بسيط. وهنا انا حاطط الريكتانجل. بص كام ريكتانجل معمول قبل كده. انا عامل ريكتانجل تحتيه، بس يعني ولا في تحتيه قوي ولا فوقيه قوي، في النص كده. وهنا مارك بتاعت اللوكيشن زي ايموشن كده، او يعني حاجه ليها علاقه بالكلام. بعد ما اقفله لو تاخد بالك هتلاقيه يعني مايل شويه. طب الميلان ده بيتعمل ازاي؟ لان زي ما قلنا قبل كده ده بيتعمل بالسكيو. انا ممكن اخد السكيو دي اعمله كده لتحت مثلا، اعمله كده لفوق. بس يعني ما ينفعش تعمل سكيو على سكيو. انا عشان كده كده عامل سكيو فهو باين كويس شويه. انتوا ممكن ترفعه وتنزله، فاهم؟ بس ده كل الموضوع. نيجي بقى لدي، الكلام المكتوب عليه الريكتانجل ده. انا عامل هنا فكك دي، يعني دي مش موجوده، عشان اقدر اتحكم في الكيرفز بتاعت كل واحده لوحدها. يعني عشان ما يتحكموش كلهم مع بعضيهم. هنا كلهم يتحكموا مع بعضيهم. انا عملت كده، ممكن اقدر امسك دي كده لوحدها اهو. ونفس الكلام هنا، ده اللي انا عامله في كل واحده فيهم. وانا كاتب السنتر، المكان بتاعه ومكانه فين. عملتهم 2 4 6 7 7 اماكن برضو. وهنا ده يعتبر ريكتانجل كده بسيطه، وفوقيها الكلمه. ونكتب مثلا هنا البساطة دائما فوز مثلا. الشعار بتاع المدرس بتاعك او اللي انت بتشتغل له، او الشعار بتاعك انت، كل حاجة. وهنا دفعة 2025 بس. بعد ما بخلص بعمل كده ميرج لللايرز، وارجع احطها فوق تاني علشان اعمل السمارت اوبجكت بتاعتي. وبس كده. الموضوع ابسط من البساطة. كل الموضوع ما فيه بالنسبة لموضوع ديزاينات المدرسين انك تحاول تغذي عينك حاجة كويسة. بمعنى لو انا دلوقتي مثلا مسؤول عن ديزاينات مدرس بتاع رياضه مثلا، فانا محتاج الاول ابص على المنافسين، المدرسين الرياضه في نفس المنطقه، اشوفهم ماشيين على انهي سيستم، او انهي ثيم، او انهي هويه، الكلام ده كله، عشان انا احاول اكون منفرد شويه عشان الشغل لما يتشاف يشد العين. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا احاول دايما دايما ما اعملش حاجه كله بيعملها. يعني حاول زي ما انت لو دخلت على فري باك، بدل ما تدور من اول صفحه، دور في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لحد ما توصل لحاجه انت فعلا ما شفتهاش قبل كده. فحاول خليك في كل ديزايناتك بسيط، ما تجعلصش الموضوع، ما تكبروش اللي هو يكون حاجات كده اوفر وكتيره والكلام ده كله. ديك لو شايف هنا، بص الديزاين مفيش ابسط من كده، يعني حاجه بسيطه خالص وحلو وجميل. الموضوع كله لعب على الاضاءات مش اكتر. تحط ده ورا المدرس، تحط ده ورا الكلام عشان يبان شويه، تعمل حركه السكيو دي، الاماكن اولى وثانيه، كل الكلام ده. فدي من اهم الحاجات اللي كانت بتخلي شغلي مميز. وان انا شغلي اي حد يعني الحمد لله كان بيشوفه وكان بيعجبه. ان انا ما كنتش بعمل زي ما كله بيعمل. انا كنت دايما بحب ان انا اعمل ثيم وهويه لنفسي، بحيث ان انا حتى برضه لما اشتغل مع مدرسين ما ينفعش اخد خط واحد اعمله لكل المدرسين. ممكن تحصل ساعات، بس في الاغلب لازم اكون مختار لكل مدرس الخط بتاعه. بس انا هنا عشان اساعدك. طالما انت طلبت مني مساعده فانا لازم اساعدك. لو احتجت اي سؤال في موضوع ديزاينات المدرسين، او في الديزاين ذات نفسه عجبك، حاول تبعته لي على كل منصات التواصل الاجتماعي، على الانستجرام، على الفيس، على اي حاجه تقدر تتواصل معايا بيها ابعتها لي، وانا هبص عليها وباذن ربنا نعمل فيديو عنها ونشرحها ذاتها. اشوفك الفيديو اللي جاي.